السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الربح من الإنترنت للمبتدئين. في السلسلة دي هنتكلم فيها عن المواقع والأماكن كلها اللي تقدر تربح من خلالها بدون أي رأس مال، بدون إيداع، بدون استثمار، بدون أي خسارة مادية أو أي تدخل مادي، فقط باعتماد على شغلك انت، النقرات او فرجة على الاعلانات او تنفيذ المهام والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها حاجات سهلة وكلنا نقدر نعملها من خلال الكمبيوتر بتاعنا او حتى الموبايل عادي جدا. كل المطلوب منك ان يكون معاك كمبيوتر او موبايل وفي انترنت وتقدر تحقق دخل حتى لو بسيط في البداية، لكن مع الوقت ان شاء الله الدخل ده يكون اكبر. وكمان لما تخلي مصادر الدخل دي متعددة، يعني تتابع المواقع والشروحات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله مع بعض، وتنفذ اللي احنا هنعمله مع بعض ده في كل موقع من المواقع دي، وتتابع مع المواقع دي. بعد فترة هيكون عندك دخل كويس من اكتر من موقع، فبالتالي هتقدر ان انت تجمع دخل كويس من المواقع دي مع بعض مجتمعين. تعالوا ندخل مع بعض في الموضوع في الشرح بتاع النهاردة، وهنتكلم عن موقع من افضل المواقع اللي انا جربتها انا شخصيا، وهوريكم دلوقتي برضو باثبات. موقع شغال من زمان وبيدفع وصادق ومصادر الربح فيه متعددة، والشغل عليه سهل مفيهوش اي صعوبة، واي حد يقدر ان هو يتعامل عليه بسهولة. كمان هقول لكم على شوية حاجات كده يعني مفيش حد شرحها الموقع ده، في ناس اتكلمت عنه قبل كده، بس في حاجات كده تريكات بسيطة تخليك ان انت تقدر تحقق فيه ارباح اعلى من العادي يعني. وثغرات كده معينة مفيش حد اتكلم عنها قبل كده، ما شفتش حد اتكلم عنها قبل كده. زي ما انتم شايفين الموقع ده الواجهة بتاعته اسمه كوين بي يو. موقع سهل وبسيط، الواجهة بتاعته جميلة جدا زي ما احنا شايفين. انا طبعا علشان اعمل حساب عليه فانا فتحت على طول. طبعا يعني طريقة التسجيل والحاجات دي كلها علشان ما نطولش في الفيديو على الفاضي يعني مش محتاجة ان انا اشرحها. يعني طريقة التسجيل عادية جدا زي اي موقع، يعني ما فيهوش اي مشاكل ولا فيه اي صعوبة. بتسجل بالايميل بتاعك الجيميل وبتأكد الايميل وبتدخل عادي بتسجل دخول، وهي دي الواجهة زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اللي معايا حاليا من الساتوشي اللي هو عملة البيتكوين. المبلغ ده انا جمعته في خلال 3 4 ايام، يعني انا لسه فاتح الموقع بس قلت اجربه وكده. يعني بصراحة من خلال شغل عليه في الكام يوم دول يعني شغال معايا كويس جدا، يعني ما فيهوش اي مشكلة. اول مصدر من مصادر الربح في الموقع معانا وهو الاعلانات. طبعا الاعلانات اللي هي ايه، النقرات اللي هو بتضغط على الاعلان. طبعا هنا الاعلانات انا علشان شفتها كلها بيفتح لك هنا بالشكل ده كده. الصفحة الأولى كلها إعلانات، بتضغط على الإعلان بيفتح في علامة تبويب جديدة، وبتنتظر العداد ال60 ثانية دول لحد ما بيخلصوا. خلاص بيتحسب لك ال9.4 ساتوشي، بتلاقوا متحولوا على حسابك تلقائي في ساعتها. واللي بعده وهكذا. ده مثلا إعلان مدته 60 ثانية ب7.7، ده 30 ثانية ب6.1، وهكذا. كل ما بيقل الوقت بيقل سعر الإعلان طبعا. وبتشوف في الصفحات، يعني هنا في اعلان مثلا اهوت هجربه قدامكم. يعني انا فاتح الاعلانات دي كلها الصفحات دي، بس كل فتره بتدخل تعمل ريفريش بتلاقي اعلانات جديده ظهرت اهو. يعني جاء قدامكم اهوت بالصدفه. هفتحه مع بعض. فتحت انا صفحه الاعلان وبرجع للصفحه هنا اهوت بيبدا يعد هم 10 ثواني. بعد ما بيخلص عداد بيتحسب لك على طول اهو 2 بوينت. هنا هنعمل الكابتشا الاول وطالب كابتشا. زي ما احنا شايفين اهوت 2.3 ساتوشي اتحسبوا في رصيدنا بالفعل علشان شوفنا الاعلان. وهكذا بتشوف بقى بقية الصفحات. يعني عندنا هنا 4 5 صفحات. طبعا انت لما بتسجل حساب جديد، يعني اللي انا لاحظته اول ما سجلت ما كانش ظاهر عندي الصفحات دي كلها، كان صفحتين او 3 بس. لكن مع الاستمرار على الموقع كل يوم بدخل بشوف الاعلانات طول ما انا فاتح، في اي وقت فاتح الموقع جنبي بعمل ريفريش، اي اعلان بيظهر بفتحه. لما الموقع بيلاقيك ان انت نشط وشغال وبتشوف الاعلانات ومتابع على طول يعني واكتف، فبيبدأ يظهر لك حاجات جديدة واسعار افضل وهكذا. يعني انت فاهمني، يعني هو عايز يضمن الاول ان انت مهتم بالموضوع، فبيبدأ يديك بقى الاعلانات المهمة بعد كده. هنا الاعلانات اللي هي الويندو ادز اللي هو موقع بتفتحه. طبعا انا شفتهم برضو كلهم، هو عبارة عن موقع بتفتحه وبتصبر ايه لحد ما يحمل كامل. برضو بياخد وقت معين مثلا 15 او 20 ثانية، وبعد كده بيتحسب لك الرصيد بتاعك برضو 3.2 او 2 وهكذا. بعد كده الارتكل ادز اللي هي المقالات، بتقرأ برضو المقالة. برضو انا شفتهم كلهم علشان كده هم مش ظاهرين. بتفتح المقالة وبتنزل تحت خالص بيكون ظاهر لك هنا ايه زي تايمر كده بيعد من 10 9 8 وهكذا لحد ما بيخلص التايمر ده.
وبيتحسب لك الربح بتاعك. اخر حاجة وهي الفيديوهات، بتشوف طبعا الفيديوهات وبيتحسب لك برضو الفيديو بيكون مثلا بتشوف منه 30 ثانية وبيتحسب لك السعر اللي محدد ليه على حسب المعلن. نيجي بقى لأهم قسم في الموقع واللي انت فعلا هتحقق منه ربح كويس، يعني الإعلانات اللي احنا هنشوفها دي كلها هتحقق معاك أرباح كل يوم، لكن مش الأرباح الكتيرة، يعني مش هتقدر تجمع منها كميات كبيرة، خصوصا برضو ان هي مش بتكون ظاهرة غير برضو بتتحدث كل 24 ساعة زي ما قلنا. ممكن لو انت ناشط زي ما اتكلمنا برضو يظهر لك اعلانات في نص اليوم وكده، لكن في النهاية مش هتجمع منها أرباح كتيرة زي الأوفرز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شركات معلنة. الشركات دي بتكون متعاقدة مع الموقع وبتعمل بتنزل هي إعلانات عندها برضو، وبيقول لك تعالى شوف الإعلانات دي عندنا إحنا كمان، إعلانات المستخدمين، وهندي لك نقاط مثلا بحسب بوينتس أو بأي عملة تانية أو أيا كان، يعني بتجمع الإعلانات دي بتجمع منها نقاط وبتحولها لساتوشي وبتتحول على الموقع هنا، وتقدر تسحبها برضو بالدولار مفيش اي مشكلة. هنا طبعا كتير اهمت، يعني اللي انا بفضله وبنصحك بيه اللي هو تايم وول ده اكتر موقع انا اشتغلت عليه وبجيب من عليه يعني بسهولة جدا، بجيب من عليه ارباح كويسة جدا. زي ما احنا شايفين دي واجهة الموقع معانا، بيديك بوينتس اهوت المهام بتاعته في كليك، يعني تضغط على اعلانات وكده. الحاجات دي كلها انا عملتها بالفعل يعني، فخلصت انا الاعلانات اللي هي الضغط دي، فخلصت انا الاعلانات اللي هي الكليكس دي كلها. هنا التاسكس اللي هي المهام دي بقى اهم نقطة في الموضوع. بتبدأ ان انت تعمل مهام، ناس بتكون منزلة مثلا مهمة معينة لموقع عايزك تشوفه، قناة يوتيوب عايزك تشترك فيها او فيديو عايزك تشاهده، وهنا 1400 نقطة، يعني مبلغ كويس برضو. ده بالنسبة لمهمة واحدة، هنا 770 و840، يعني في مهام منها أنا ضاغط عليها أصلا بالفعل وعاملها اهوت مخلصها. في حاجات تانية بنقط صغيرة، يعني دي بتكون عبارة عن إيه؟ مشاهدة 3 دقايق من فيديو، ده مشاهدة دقيقتين بس. هنا ده مثلا واحد عايزك تزور الموقع بتاعه، هتتصفح مثلا في صفحة أو صفحتين لمدة دقيقة، وهكذا. زي ما احنا شايفين في حاجات أنا ضاغط عنها ومجمع منها نقاط، ده غير إن أنا أصلا ساحب يعني قبل كده من الموقع ده كتير جدا، يعني ساحب منه هو هنا 438 ساتوشي، هنا 217، هنا 287، زي ما احنا شايفين يعني اكتر من 7 صفحات سحب كله محولهم على موقع كوين باي. السحب بيكون بالشكل ده، فاضغط كده على ويزدرو وساتوشي، دول مثلا 35 ساتوشي اتحولوا هنا ريكويستد، ما بياخدش دقيقتين بالظبط، وتيجي تعمل ريفرش بيقولك ان هو ابروفد خلاص، وبيروح هناك على الموقع هنا بيظهر لك فوق في الارباح دي او زي ما احنا شايفين. تمام يا جماعة، الموقع سهل جدا وبسيط ومفيهوش اي مشاكل. طبعا الافلييت دي حاجة كويسة جدا برضو، من الحاجات اللي تقدر تربح منها في الموقع ده، تربح منها بسهولة جدا، ان انت تدعو اصدقائك تبعت على لكل الناس مثلا اللي عندك على الماسنجر على الواتساب، قول لهم حملوا الموقع ده بيدخل فلوس، ويبعت لهم الفيديو بتاعنا ده برضو علشان يفهموا هم ازاي هيتعاملوا على الموقع، ويفهموا ازاي هيقدروا ان هم ياخدوا فلوس من الموقع والكلام ده كله. وبتبعت لهم اللينك بتاعك ده وتقول لهم يسجلوا من خلاله، وطبعا اي حد بيسجل من خلالك انت بيتحسب لك نقط عن طريقه، وكل ربح هو بيحققه بعد كده انت بتاخد نسبة عليه من الموقع. طبعا انت مش بتاخد منه هو حاجة، هو كده كده بيحقق لنفسه عادي، انت هو مش خسران لك حاجة، عشان بس نبقى فاهمين النقطة دي. يعني هنا الإحالات اللي هي موجودة عندي، يعني زي ما احنا شايفين طبعا الإحالات دي تقدر تشتري إحالات بعد كده، تقدر تبيع الإحالات اللي عندك انت. الحاجات دي كلها برضو فيها أرباح، يعني انت لو دخلت هنا على الماركت يوزرز ماركت هتلاقي فيه ناس عارضة إحالات هنا للبيع، إحالة هو ب3499 ساتوشي تقدر تشتري، أو تقدر انت تبيع إحالات من عندك انت بالأسعار برضو اللي انت عايزها، تعرضها بسعر أقل مثلا علشان تتباع بسرعة، وهكذا. يعني كل دي مصادر دخل تقدر تحقق منها أرباح في الموقع ده. بصراحة الموقع جميل جدا، أنا سحبت منه بالفعل. هنشوف مع بعض السحب اللي أنا سحبته قبل كده، وسترول سحبت منه مرتين على الباير. أول مرة 4300 ساتوشي كانوا عاملين حوالي 1.25 دولار، تاني مرة 3500 ساتوشي كانوا عاملين 1.01 دولار. زي ما احنا شايفين والفلوس وصلتني فعلا على محفظة الباير بتاعتي اللي انا حطيتها ومفيش اي مشكلة. هي المشكلة الوحيدة بس اللي قابلتني في الموقع، هي تعتبر مش مشكلة كبيرة يعني، بس هي يعني تعتبر رخمة شوية، ان هو مش بيسمح لك تسحب غير مرة واحدة كل 72 ساعة، يعني كل 3 ايام تقدر تسحب مرة واحدة بس، يعني ما تسحبش مثلا كل يومين او كل يوم ولا كده.
هي دي بس المشكلة الوحيدة في الموقع، غير كده الموقع جميل جدا. وزي ما قلنا لما تربطه من خلال المواقع التانية اللي في صفحة الأوفرز دي تقدر تجمع عليه أرباح أكتر وأكتر وتحقق دخل أكبر. وإن شاء الله الرابط بتاع التسجيل هيكون موجود تحت الفيديو، ولو في عندك أي استفسار أو أي حاجة مش مفهومة ياريت تكتبها لنا في كومنت. وما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتشاركه مع غيرك عشان الناس كلها تستفاد وتسجل برضو من خلالك وانت كمان تستفاد. وتابع الفيديوهات اللي جاية، اشترك في القناة علشان تشوف اي فيديو جديد. ان شاء الله هنشرح شروحات جميلة جدا ومهمة جدا في مجال الربح من الانترنت للمبتدئين بدون اي رأس مال وبدون اي تدخل مادي منك. شكرا لمشاهدتكم واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.